شخشوخة مسيلية على أصولها بكل تفاصيلها باش تجيكم بنينة. تبعوا معي الوصفة. عندي 3 كيلات سميد رطب مع الملح ونخلطهم ونلمهم بالماء ونعجنهم مليح. من بعد نجيب إناء وندير الزيت ونشكلهم دوائر ونزيد ندير الزيت من الفوق ونغطيهم ونخليهم يرتاحوا قد ما ارتاحت مليح. نروحوا للصوص. ندير الزيت وشويه زبده ونحط اللحم والدجاج اللي موجود عندكم، كاين حتى اللي يديروها غير بالشحمه. نقليهم بعد نبدا نحط البصل والفلفل قطعتهم، وهذه هي الشخشوخه بنتها كي تقطعوها ولا تهرسوها بالمهرس. بعد نضيف الطماطم مرابيه مع الثوم واكيد الفلفل الحار. اما لي زيبيس يجي فيها غير الفلفل الاحمر والكزبر وزيدوا لها شويه سكر والملح. طبعا نضيف الماء ونخليهم يقلاو مليح. بعد نضيف الماء سخون ومغرفه كبيره طماطم مصبره نخليها تطيب. نروحوا للعجين. بعد ما ارتاحت نحلوها بالزيت كيما تشوفوا، ماهيش رقيقه بزاف، نطيبها ونفتتها. والصوص بعد ما يطيب نديرها حبه كبيره بصل مع الفلفل الاحمر وكزبر. وباش البنة تكون لازم ديروا مغرفة كزبر مع الاخر. خلوها في النار 10 دقائق ونحوها. هنا نجيب المرق والفتات هذاك نخلطهم ونطيبهم مع بعض في النار. وصلنا للنهاية. ندير في صحن تقديم ونزينها كيما تشوفوا، كزبر بصل فلفل واللحم والزبدة الحرة. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة اللي تشهي، جربوها.